في الوقت اللي بزاف ديال الناس كانوا متوقعين تغيير جديد في بنك المغرب قرر يخلي سعر الفائده ثابت. يمكن شي واحد غيسمع هذا الخبر وغيقول ايوا شنو دخلنا في حنا هادشي، ولكن في الحقيقه هي ان هذا القرار عنده علاقه مباشره بالحياه اليوميه ديال اي مواطن. الكريديات ديال السكن، الطوموبيلات، تمويل المشاريع، وحتى الاسعار اللي كتشوفها في الاسواق كلهم كيتاثروا بسعر الفائده. واليوم غادي نفهموا علاش البنك المغربي خلى الفائده مستقره في هذه المرحله. واش هذا القرار مزيان اقتصاد ولا كاين تخوفات اكبر مخبيه في الاسواق؟ شنو هو سعر الفائده بطريقه مبسطه؟ قبل اي حاجه خاصنا نبسطوا بفكره. سعر الفائده هو الثمن اللي ديال تسليف الفلوس، يعني ملي كتسلف من البنكه ما كتعطيكش فلوس مجانا، كيطلب منك ترجعهم مع نسبه اضافيه. هذه النسبه هي الفائده. نعطيك مثال، الا خديتي كريدي سكن او طوموبيل، النسبه ديالها الفائده كتحدد شحال غادي تخلص في الشهر وشحال غادي يزيد عليك المبلغ نهائيا. ودابا السؤال المهم، علاش المغرب كيتحكم في هذه النسبه؟ حيت هذا القرار عنده تاثير كبير على الاقتصاد كامل. الا كانت الفائده منخفضه بزاف، الناس كيشجعوا ياخذوا الكريديات ويصرفوا اكثر، ولكن في المقابل الاسعار كتقدر تطلع بسرعه ويزيد الغلاء. اما الا طلع الفائده بزاف، الناس كيبداو يقللوا المصاريف والكريديات والاقتصاد كيولي ضعيف. ولهذا البنك المغربي كيحاول دائما يحافظ على التوازن. علاش البنك المغربي خلى الفائده ثابت في شهر ماي 2026؟ حاليا سعر الفائده في المغرب مستقره تقريبا 2.25%. القرار الاخير كان هو البقاء عليه بلا تغيير. علاش؟ كاين عدد الاسباب. اول حاجه، التضخم في المغرب بدا ينخفض مقارنه مع السنوات اللي فاتت، يعني مواجهه الغلاء الكبير اللي شفنا من بعد ازمه الطاقه والحروب العالميه بدات كتهدأ نسبيا، وبالتالي بنك المغرب ما شافش ضروره يرفع الفائده اكثر. ولكن في المقابل حتى تخفيض الفائده بسرعه عنده مخاطر، حيث الا تزاد السيوله بزاف في السوق الاسعار تقدر ترجع تطلع من جديد. يعني البنك دابا كيلعب سياسه بحذر، الا رفع قوي ولا تخفيض سريع، فقط مراقبه الوضع الاقتصادي. شنو تاثير هذا القرار على المواطن؟ بالنسبه للمواطن العادي، اول حاجه كتاثر عليه الكريديات. الناس عندهم مشاريع وباغيين يشريو دار او طوموبيل، كيبقاو متبعين هذه القرارات باهتمام، حيث اي تغيير صغير في الفائده يقدر يبدل اقساط الشاري بشكل واضح. دابا بان الفائده بقات مستقره، فهذا الشيء كيعتبر نوع من الاستقرار المؤقت بالنسبه للناس اللي باغيين ياخذوا تمويل. لكن المشكله هي ان الاسعار مازال مرتفعه في بعض القطاعات. يعني المواطن اليوم عايش بين جوج ضغوطات، الغلاء من جهه والخوف من كريديات طويله من اجل اخر. وهذا الشيء خلى بزاف ديال الناس ولا كتفكر اكثر قبل ما تدخل في اي التزام مالي. شنو واقع في البورصه والاسواق؟ البورصه والدار البيضاء كتراقب هذا القرار بشكل كبير. علاش؟ حيت المستثمرين كيبنيو قراراتهم على السياسه النقديه. نعطيك ليكزامبل، ملي الفائده كتبقى مستقره، بعض الشركات كتحس بالراحه اكثر حيت تكلفه التمويل ما تتزادش، وهذا كيقدر يساعد بعض الاسهم تبقى مستقره او تحقق ارتفاعات، خصوصا شركات البنوك والعقار والاتصالات بحال التجاري وفا بنك، ماروك تيليكوم. هاد الشركات دائما كتبقى تحت المتابعه حيت عندهم تاثير كبير على الاسواق المغربيه. لكن رغم هذا الاستقرار، المستثمرين مازالين حذرين. علاش؟ الاقتصاد العالمي مازال فيه توتر، وكاين تخوف من تباطؤ اقتصادي عالمي خلال المرحله المقبله. واش القرار مزيان ولا لا؟ صراحه كاينين جوج اراء. الراي الاول كيشوف ان تثبيت الفائده قرار مزيان، حيت الاقتصاد المغربي محتاج شويه ديال الاستقرار وما خاصش الضغط يزيد على المواطنين والمقاولات. اما الرأي الثاني فكيقول الغلاء مازال حاضرة وكان خاص تشديد أكبر باش الأسعار تنخفض أكثر. ولكن في النهاية بنك المغرب كيحاول يوازن بين محاربة التضخم وبين الحفاظ على النشاط الاقتصادي، وهذا التوازن ماشي سهل نهائيا. الخلاصة هي أن القرار تثبيت سعر الفائدة ماشي خبر بعيد على المواطن كما كيظن البعض. هذا القرار عنده علاقة مباشرة بالقروض، الاستثمار، الأسعار وحتى مستقبل الاقتصاد المغربي. ودابا السؤال لكم، واش كتشوفوا أن تثبيت الفائدة قرار مناسب في هذه المرحلة، ولا كنتوا كتشوفوا أن خاص يكون تخفيض باش الناس ترتاح أكثر؟ ما تنسوا تجاوبوا في الكومنتير، ونتلاقاو في فيديو جديد. الله.